يبقى لو مفيش رغبة بتكون كسلان قاعد مكانك ساكن، عندك قدرات ومهارات وزي الفل لكن مفيش رغبة. في المقابل شخص تاني عنده رغبة ومتحمس جدا وعايز يطلع القمر، تسأله يقولك أهداف وعنده حماسة لكن مفيش عنده قدرة. طيب اللي ما عندهوش قدرة ده غالبا بيصاب بالإحباط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو كسلان معظم الوقت غالبا بيكون مفيش رؤية او هدف باين كده واضح، او حتى كمان مفيش علامة بتأكد ان في حاجة هناك انت بتسعى ليها، وده في الغالب بنقول عليه ما عندوش رغبة. يبقى لو مفيش رغبة بتكون كسلان قاعد مكانك ساكن، عندك قدرات ومهارات وزي الفل لكن مفيش رغبة. في المقابل شخص تاني عنده رغبة ومتحمس جدا وعايز يطلع القمر، تسأله يقولك أهداف وعنده حماسة لكن مفيش عنده قدرة. طيب اللي ما عندهوش قدرة ده غالبا بيصاب بالإحباط. ليه؟ لأنه بيتكلم كتير عن أهدافه، ما عندهوش قدرة وعنده رغبة عن أهدافه وعن حماساته وعن طموحه، لكن هو بيتكلم مع الناس الغلط وبالتالي مفيش نتيجة ويطلع في الآخر محبط. يبقى صاحب القدرة عنده مهارات وإمكانيات لكن بدون رغبة كسلان، وصاحب الرغبة عنده حماس واندفاع وقرارات فردية لكن بدون قدرة محبط. طيب أعرف أتغلب على دول إزاي؟ أو أعالج المشكلة دي إزاي؟ هقولك علاجهم إنك أتكلم تتكلم بس من قلبك، لأن اللي بيتقال دايما من القلب بيوصل للقلب. أقول إيه يعني؟ تعال معايا كده أقولك. أنت لو شخص ما عندكش رغبة لشيء لكن جواك عايز تعمل حاجة، الكلام بتاعك هيكون عن اللي انت عايز تعمله. مش جديدة صح؟ دي مش جديدة. انت لو شخص ما عندكش رغبة لأي شيء بس عندك قدرة لكن جواك عايز تعمل حاجة، الكلام بتاعك هيكون عن انك تشعل الرغبة جواك، تشعل الحماسة، وتشعل الحماسة برؤيتك للهدف، بان انت تشوف هدفك حتى لو كان حاجة كده من بعيد باينة، مفيش مشكلة، دي خطوة على الطريق. طيب انا اصلا ما عنديش هدف، حاول تفكر في هدف الشهر ده، اقعد مع نفسك 10 دقايق، اكيد وطبعا و1,000,000% هتوصل لنتيجة حتى لو كانت بسيطة. اقعد مع ناس انت بيحبوك وبتحبهم، ناس ايجابية، ناس بتحب ليك الخير. لو مش هيقولوا لك كلمة حلوة هم مش هيقولوا لك كلمة وحشة. اتكلم عن هدفك، عن اللي انت عايز تعمله حتى لو كان بسيط، حتى لو كنت انت شايفه ان هو أهبل. دي خطوة من ضمن الخطوات اللي جاية إن شاء الله هيتبني عليها حاجات كتير. اتكلم لحد ما الهدف يثبت في قلبك. قلنا إنك لما بتتكلم أول حد بيسمعك ودانك أنت، يبقى بنسبة 95% أنت المستفاد. طيب لو عندك رغبة تمام، عندك رغبة وحماسة وقوة وما عندكش قدرة، إيه الحل؟ هجيب القدرة دي منين؟ هقولك القدرة دي برضو حلها إنك تتكلم. هو الكلام هيجيب قدرة؟ الكلام هيجيب لك قدرة بس مع الناس الصح. اختار الناس اللي انت ممكن تتكلم معاهم عن رغبتك وحماسك ونظرتك ومسؤوليتك عن اي شيء. ساعتها لما تبين رغبتك وحماسك ومسؤوليتك لاصحاب القدرة، ساعتها انت بتتكلم مع الناس الصح، وانك بتوصل كلامك والكلام ده مسؤول ومن قلبك. لا، الراجل ده نقدر نديله الحاجة دي وهو راجل مسؤول يقدر ان هو يكمل. وبما انك بتتكلم من قلبك وصادق ومسؤول، هتوصل الرسالة للي قدامك. بس اختار الناس الصح. انت عندك رغبة وحماس ومسؤولية لكن مفيش قدرة، صح؟ كلم أصحاب القدرة، أصحاب المهارة، أصحاب الإمكانيات. بما انك عندك رغبة ومتحمس وحماسك لا يهدأ، يبقى مش هتمل بسهولة في انك توصل لهدفك لانك شايفه. لو بصينا للموضوع ده من منظور تاني، لو حد عنده قدرة زي مال مثلا او عنده وقت، عنده قدرة اهو ولكن ما عندهوش رغبة في انه يكون كريم، عادي كريم يعني بيبذل مع الناس كده كرم يعني صفر. هو عنده قدرة ولكن ما عندهوش رغبة في انه يخرج حاجة او يعمل حاجة. حله لو هو من جواه بيفكر في الحاجات دي او عايز يعملها ولكن مش عارف يعملها لانه ما عندهوش رغبة، حله ان هو يتكلم مع اللي حواليه في انه مثلا عايز يعمل خير ويقدم مساعدة. هنا
بينشأ جواه رغبة. في اليمة التانية في صفة الكرم برضو شخص عنده رغبة في انه يكرم ويدي ويعمل كل حاجة، ولكن ما عندوش قدرة ولا عنده مال ولا عنده وقت. الراجل شغال 24 ساعة علشان بس يكفي احتياجاته. هنا ما فيش عنده قدرة. حله انه يتكلم مع اصحاب القدرة. يبقى الحل علشان الواحد يقدر ينجح في حياته وحياته تستقيم ويتنقل من مرحلة وهدف لمرحلة تانية، الجناحين الاتنين دول القدرة والرغبة، زي ما بيقول الدكتور الجميل جدا والعظيم الدكتور إيهاب فكري. الجناحين دول القدرة والرغبة اللي بدونهم هتكون يا إما كسلان بليد واقف ساكن، يا إما محبط متخبط منكسر. واتكلم عن نفسك، عن هدفك، عبر عن اللي جواك، لكن مع الناس الصح. وبكده يكون خلص فيديو النهاردة. كنت سعيد جدا بالتواجد مع حضراتكم. لايك وشير وتعليق تقول لنا رأيك فيه، وما تنساش ان مشاركتك معانا بتجربة ليك في الموضوع اللي بنتكلم فيه النهاردة هي بمثابة نور لناس الطريق مظلم قدامها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.